والناس هي اللي غريبه. وحتى لو واحد نرجسي راح للدكتور غالبا هيروح بسبب حد تاني. حد تاني قال له يعني ما انت عندك مشكله يعني. طيب البوردر لاين بقى، الشخصيه الحديه. خلينا خلينا نمسك التعاطف. التعاطف عند الشخصيه الحديه زي ما قلت كده ايه، مشروط. يعني انت حبيبي وانا احس بيك وعلى راسي من فوق طول ما انت معايا، لكن انا عندي اساسا رعب من الهجر. انت لو هجرتني انا مش هحس بيك خالص. فتلاقي مثلا واحده ست هو هجرها راحت نامت مع حد تاني مثلا يعني مش شرط، راحت شربت، راحت اتجننت يعني خالص بجد. بتبقى مش عارفين يتحكموا في مشاعرهم وانفعالاتهم فعلا. يبقى عندهم صعوبة في التحكم. الحقيقة ان عندهم الحتة اللي بايظة في دماغهم هي نفس الحتة اللي موجودة عند المتوحدين بالمناسبة، غريبة قوي فعلا الانسلة. المهم، طيب ازاي ده ممكن يخش مع التوحد وايه الفرق؟ الفرق هنا ان التوحد، ده بقى رأيي انا يعني، التوحد ما عندوش حتة ال ان انا ما عنديش هوية. بس انا عايزة اقول حاجة مهمة.